تعالوا نعمل مع بعض أحلى كشري مصري بكل أسراره، كل تركاته، كل أسرار المطاعم. هيطلع معاكِ طعمه جميل جدًا وبتحدي. يالّا بينا نبدأ، يالّا بينا نبدأ. أول حاجة هنا معانا حمص ومعانا العدس بجبة، دي كوباية وكوباية. شوفي طبعًا الكمية دي بتاعتِك أنتِ، شوفي حابة تعملي كمية قد إيه تعمليها. أهم حاجة تنقعيها في مَيّة سخنة بتغلي لمدة ساعتين، وبعد كده نبدأ بقى نشتغل. معانا هنا البصل مقطعينه جوليان أو جوانح، هننزل فيه بزيت غزير جدًا. ما تقلقيش مش هنهدّر الزيت مع بعض، وهنحط في الزيت بتاعنا معلقة خل والبصل بتاعنا اللي إحنا مقطعينه ده هنبطّنه بنشا، تحطيه في نشا كده وتغطيه كُلّياته بنشا وتنزلي بيه في الزيت، ما تقلقيش مش هيبوظ الزيت بتاعِك ولا حاجة. ومعلقة الخل اللي إحنا حاطينها ديّة هتخلّي البصل بتاعِك ما يشربش زيت، والبصل بتاعِك يطلع معاكِ مقرمش وحلو. هاوريكِ برضه في آخر الفيديو. ومعانا برضه حلة على البوتاجاز فيها مَيّة سخنة بتغلي، هننزل عليها بمعلقة ملح، وبعد كده ننزل بالمكرونة بتاعتنا، مكرونة من اللي هي الصغيرة ومكرونة من اللي هي الاسباجيتي. أول ما البصل معانا ياخد اللون الحلو ده هتبدئي تطلّعيه كده على مناديل أو على يعني مصفى، وكده، كده ما تقلقيش البصل بتاعنا مش هيبقى شارب زيت كتير عشان معلقة الخل والنشا. النشا هيخلّيه يقرمش معاكِ وما يشربش زيت برضه، والخل في الزيت برضه مش هيخلّي البصل بتاعِك يشرب زيت. هنحمّر بقى كل الكمية بتاعتنا كده. أهم حاجة تكوني مبطّناه قبلها بالنشا قبل ما تنزلي بيه في الزيت. ما تنسيش إيدِك على طول في المكرونة تفضلي تقلّبيها برضه. لو أنتِ هتعمليها برضه في نفس التوقيت أنتِ بتحمّري فيه البصل بتاعِك. أيوه إيدِك تقلّبيها فيها كده باستمرار عشان ما تبقاش حاجة مستوية حاجة لأ. المكرونة بتاعتنا استوت، خدتها نزلت أصفّيها في المصفى، هتصفّي معانا. ودلوقتي هاجيب المكرونة نشوف هنعمل فيها إيه مع بعض. دي كان آخر كمية بصل معايا أنا حمّرتها وجهّز كده معايا، هابدأ بقى أطلّعه كده من الزيت وأصفّيه. يالّا بينا نسمع صوت قرمشة البصل وقد إيه ناشف معانا وحلو. شايفين البصل معانا طالع جميل وناشف كده ومش طري معانا ومقرمش وحلو. يلا بينا بقى هنبدأ بقى في تاني حاجة هنجهزها معانا. لا احنا جهزنا البصل والمكرونة، نبدأ بقى في تالت حاجة نجهز معانا بقى العدس. هننزل كده بمعلقتين من الزيت اللي احنا محمرين فيه البصل، ما تقلقيش مش هيغير طعم حاجة ولا اي حاجة، بالعكس هيطعم الاكل معاكي جدا. اهم حاجة لو انت هتحمري عيش، عايزة تعمري عيش جنب الكشري، هتحمّري العيش بعد البصل على طول قبل ما تاخدي زيت منه وتطبخي منه. تمام، تمام. هناخد كده بقى ننزل عليهم ببصلاية صغيّرة متقطّعة مكعبات أو مكعب بصل لو أنتِ حاطاه في الفريزر، تفضلي تشوّحي فيه كده لحد ما لون البصلة معانا يصفر. هنجيب بقى الحلة اللي هي بتاعة المكرونة، ننزل برضه فيها كده بمعلقتين من الزيت برضه بتاع البصل على نار هادية متوسطة، ننزل بالمكرونة بتاعتنا بعد ما اتصفّت. نفضل بقى نشوّحها كده دقيقتين كده على البوتاجاز كده في الزيت. بس أهم حاجة على نار هادية، وبعد كده تبقى تطفي عليها وهي كده تكون جهزت معاكِ المكرونة. البصلة هنا كانت خدت معايا لون عشان انشغلت مع المكرونة، بس ما تقلقيش مش هيحصل أي حاجة ولا هتبوظ معانا الأكلة، هتطلع برضه معانا جميلة وحلوة. هننزل بقى بالعدس بعد ما غسلناه وصفّيناه كويس جدًا، ننزل عليه كده على البصلة اللي إحنا حمّرناها، وهتفضلي تشوّحي كده العدس في البصل كده دقيقة كده، وبعد كده تنزلي عليها بمَيّة عادي من الحنفية، مش شرط مَيّة سخنة. يا دوبك كده تغطّي العدس بحاجة بسيطة، مش تكتّري المَيّة بتاعته عشان ما يعجنش معاكِ، وتحطي له كمون والملح بتاعه وتسيبيه بقى يستوي براحته. أول ما يشرب المَيّة بتاعته هتهدّي عليه النار يتلدّن كده مع نَفْسه، يبقى برضه جاهز معانا كده العدس. حابة تعملي العدس مع الرز والشعرية تمام، ما فيش مشكلة برضه بيبقى أحسن وطعمه جميل يعني، وهتوفّري معاكِ برضه الحلل. تعالوا بينا نجهّزه كده مع بعض الدقة بتاعة الكشري. هنجيبوا كده الحلة وننزلوا كده فيها معلقة أو معلقتين من الزيت اللي إحنا محمّرين فيه البصل، وهننزل عليها بمعلقة كده كبيرة من التوم. عايزين بس معانا أول ما التوم كده ياخد معانا لون أصفر، هننزل عليه بحوالي ربع كوباية من الخل. طبعًا لو عايزة الدقة بتاعتِك تبقى كتيرة هتخلّيها نُص كوباية، بس انزلي أول ما لون التوم بتاعِك ياخد معاكِ اللون الأصفر.
تنزلي عليهم برضه بنص كوباية من المية أو كوباية إلا ربع من المية، وتحطي كمون وملح ورشة من الفلفل الأسمر، وتسيبيهم أول ما يغلوا مع بعض كده تكون جهزت معاكي. وتحطي كزبرة، ما تنسيش تحطي كزبرة برضه. ولما لما نجهز صلصة الكشري هننزل عليهم برضه معلقتين من الصلصة، هتخلي معانا لون الدقة لونها جميل وطعمها أحلى وأحلى. هتغلي معانا كده وتكون جهزت معانا الدقة بتاعتنا. والعدس استوى وهدينا عليه النار، شرب المية بتاعته، هدينا عليها النار وسيبناه ايه يتلدم بقى ايه براحته مع نفسه. في نفس الحلة اللي احنا عملنا فيها الدقة هتجيبي تنزلي برضو فيها بحوالي معلقتين او 3 معالق من الزيت بتاع البصل. متقلقيش حتى لو كان جاي فيه بواقي من البصل مش مشكلة. هتنزلي عليها بمعلقتين كده، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهتفضلي كده تقلبي فيه لحد ما ياخد معانا اللون الاصفر. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي صلصة الكشري. البصل اللي هو بتاع اللي هو في الزيت ده او الزيت اللي هو متطعم بالبصل هيدي معاكي الصلصة في حتة تانية خالص، هيديها طعم جميل قوي مع الثوم. اول ما البصل بس يبدأ ياخد معاكي تنزلي عليها بالصلصة بتاعتك. تضربيها في الخلاط وتصفيها كويس جدا، او شوفي لو بتنزلي بصلصة معلبة شوفي اللي انتي بتستخدميها حطي. هننزل على الصلصة بتاعتنا بمعلقة كبيرة كده من الخل، وتظبطي ملحك، تحطي الملح بتاعك، واهم حاجة ما تنسيش معلقة السكر. تحطي بقى كمون وكزبرة وفلفل اسمر، ولو عندك ممكن تحطي رشة من ال7 بهارات. تسيبيهم بقى كده الصلصة بتاعتك تتسبك كده مع نفسها. اهم حاجة ما تسيبيش يعني الا بعد ما تسبك معاكي الصلصة تنزلي على بنص كوباية كده من المية، تاخد غلوتين 3 كده وتقفلي عليها. المهم ما تسيبيهاش صلصة تكون خفيفة خالص ولا تكون تقيلة. صلصة الكشري بتكون كده حلوة كده معتدل. العدس بتاعنا اهوت استوى معانا. آه، شايفين صلصة الكشري بتكون كده لا تقيلة معاكي جامد ولا بتكون معاكي خفيفة. ده كده نفس قوام الصلصة بتاعة الكشري. هنبدأ نسلق معانا الحمص طبعا احنا كنا ناقعينه ساعتين. هتاخدي وتغيري عليه المية وتغسليه كويس جدا وتحطي له مية نظيفة، وتبداي تحطيه على البوتاجاز يتسلق معاكي. اول ما تلاقيه استوى معاكي تقفيه عليه كده وبيكون جاهز معاكي الحمص. هنبدأ بقى نطبخ الرز بقى بالشعرية. هنجيب بقى باقي الزيت بقى اللي كان اتفضل معانا. هتنزلي عليه بالشعرية بتاعتك، تبدأي تحمريها. انا بحب الشعرية دايما تكون اكتر من الرز، فشوفي ايه اللي انت تحبيه. هتبدأي تحمري الشعرية، اول ما تاخد معاكي اللون الاصفر هتنزلي عليه بالرز بتاعك والمية والملح. كلنا عارفين بنطبخ الرز ازاي وشاطرين. اهم حاجة ما تنسيش تشوحي الرز كده مع الشعرية كده في الزيت كده. يعني كام ثانية كده تشوحوهم مع بعض كده شوية، بتفرق جدا معاكي في طعم الرز بتاعك. وهنا الحمص بتاعنا بيغلي بقى، اول ما يستوي معايا هقفل عليه واسيبه بقى في المية بتاعته لحد ما نيجي ناكل، نبقى نطلعه من المية بتاعته ونصفه كويس. هنا انا كنت قطعت عيش مكعبات كده بالمقص. هحط عليه معلقة كده من الزيت كده وادخله في الاير فراير يتحمص، بيطلع معاكي جميل وحلو قوي ومش شارب زيت ولا اي حاجة. زي ما قلت لك، لو مش حابة بقى عندكيش اير فراير عايزة تحمريه في الزيت يبقى تحمريه في الزيت بعد البصل، بيفرق معاكي جدا قوي في طعم العيش. هنا الصلصة بتاعتنا طبعا كانت جاهزة. والدقة بتاعتنا احنا كنا عاملينها، هنزل عليها زي ما قلت لكم كده بمعلقة او بكبشة كده من الصلصة، تدي معانا لون حلو وتزود معانا تخلي طعم معانا الدقة طعمها احلى بالشكل كده. هنا انا كنت شايله معلقتين من البصل من الزيت اللي احنا محمرين فيه البصل قبل ما اطبخ فيه الرز، خدتهم كده في طاسه صغيره كده على جنب. اول ما يسخن معانا الزيت ده هنزل كده عليه بمعلقه كبيره كده من الشطه. طبعا لو حابه طبعا لو حابه تكتري كميه الشطه كتري، هي كده حلوه قوي معلقه الشطه ديت حلوه. تبداي كده تحمصيها كده شويه في الزيت كده لحد كده ما تلاقي كده طلعت ريحه الشطه كده معاكي. خدي بالك الشطة دي بتبقى معاكي يعني قوية جدا، يعني القليل منها في الكشري هيشطشط معاكي الكشري جامد. خلي بالك وخلي بالك الأطفال ما ياكلوش منها. بعد ما خلاص بقى ريحتها طلعت معانا وكده هنزل عليها كده بكبشة أو كبشتين كده صغيرين كده من الصلصة اللي احنا عاملينها بتاعة الكشري. تاخد معانا خلوة وتبقى كده جهزت معانا، مش هتعملي فيها أي حاجة تانية عن كده. جهزت معانا بقى الشطة، تنزلي بقى كده فيها في البولة أو في الطبق اللي انت هتحطي فيها.
وكده بقى البصل بتاعك برضه تحطي عليه رشة كده بسيطة كده من الملح، وتقلبيه كده تحاولي تقلبيه كده رشة الملح كده في البصل بتاعك كله. يلا بينا بقى نجهز الحاجة بتاعتنا اللي هنقدمها بقى عشان الأكل. العيش بتاعنا كان اتحمر وخد معانا لون جميل وحلو وبقى بيقرمش. هنزل بيه كده في طبق كده، ونحط عليه بقى رشة كده من الملح والفلفل الأسمر والكمون، ونقلبه في بعض كده بيبقى طعمه جميل قوي. لو عندك البهارات اللي هي بتاعة البطاطس ديت حط عليها برضه بيديله طعم حلو. لو حابة بقى ممكن تحط عليه برضه رشة من الشطة، بس انا ما يعني كفاية شطة، كفاية الشطة اللي احنا عاملينها، الشطة اللي احنا عاملينها دي قوية جدا. يلا بينا بقى نبدأ مع بعض نغرف بقى طبق الكشري بتاعنا الجميل الحلو. شايفين الرز بتاعنا استوى جميل وحلو معانا ومفلفل ما شاء الله. يلا ناخد بقى كده اول حاجة نحطها هو الرز، وبعد كده المكرونة، وبعد كده العدس، وبعد كده بقى ممكن نحط بقى رشة كده من الصلصة كده تدي معانا كتزويقة للطبق بتاعنا. نحط بقى الحمص بقى والبصل، وبكده يكون الكشري بتاعنا بقى جاهز وطعمه جميل جدا وبتحدي. جربي طريقتي كده بالظبط وامشي على الخطوات بتاعتي بالتفصيل، وقولي لي ايه رأيك في التعليقات واكتبي لي قولي لي رأيك. يلا بينا بقى ندوق الكشري بتاعنا ونشوف ايه رأيكم في طعمه. يلا بينا ندوق. خلي بالكم الشطة ديت جامدة. يلا ندوق بسم الله. جميل ما شاء الله طعمه جميل جدا. لو وصلت معايا لحد هنا لسه مشتركتش عندي في القناة ولا عملتي لايك للفيديو، اتمنى من حضرتك تعملي لايك واشتراك للقناة. سلام عليكم.